عارف انت شعور الحنين اللي بيجي لك لما انت تشوف فيديو قديم ليك وانت صغير، او كرتون قديم كنت بتتابعه وانت صغير، او لعبة قديمة كنت بتلعبها وانت صغير؟ اكيد انت في مرة من المرات حبيت تلاقي وصف او اسم معين للشعور اللي انت بتحس بيه ده، والشعور ده اسمه نوستالجيا. والنوستالجيا هو مرض ومش مرض في نفس الوقت. ما انتش فاهمني صح؟ هفهمك. النوستالجيا بما انه مرض فغالبا كاغلب المصطلحات الطبيه فهو من اللغه اليونانيه، وهو مصطلح بينقسم لكلمتين: نوستس ودي معناها العوده للوطن، والكلمه الثانيه اللي هي الجوس ودي معناها الم، واللي بيقصد بيها هنا الحنين. فيبقى كله على بعض مصطلح معناه الحنين للوطن او الحنين للماضي، زي الحنين لبيتك القديم او للعبه معينه او لحاجه ليها علاقه بطفولتك بشكل عام. النوستالجيا دي جت منين وبدات ازاي؟ بص، هو النوستالجيا تعتبر مرض قديم، ولكن اكتشافها كان في مرحله متقدمه شويه في اواخر القرن ال17، وبالتحديد في فرنسا. كان في طالب فرنسي اسمه يوهانس هوبر، وكان بالاخص طالب طب. يوهانس لاحظ مرض غريب على العمال السويسريين. المرض ده كان ليه شويه اعراض. المرض اللي هو لاحظه على العمال السويسريين بالاخص ده كان على العمال السويسريين اللي هم راحوا في فرنسا على كبر، مش اللي اتربوا في فرنسا ولا اتولدوا فيها. والمرض ده كان ليه شويه اعراض، اولها واهمها الارتفاع الشديد في درجه الحراره، واعراض تانية زي الاحساس بالاعياء واضطراب ضربات القلب وعسر الهضم وما الى ذلك، يعني من الاعراض، الحاجات اللي هي بتبقى مصاحبه. ودي احد الاسباب اللي كانت بتخلي اصحاب الاعمال ديت يعفوا المصابين بالمرض ده من الاعمال بتاعتهم. حتى القاده العسكريين كانوا بيعفوا المرضى المصابين بالمرض ده من الخدمه العسكريه تماما، لانهم في نظرهم ده مجرد مرض غريب انت مش عارف له معنى ولا عارف له اصل. مرض بيؤدي للضعف، بيؤدي للتشتت، بيؤدي لاعراض كتير مضره جدا بالنسبه للمجند. وبرضه كانوا خايفين ان المرض ده ينتشر ما بين الجنود ويعمل مشكله في الجيش عامه. يوهانس لاحظ ان الموضوع مش عضوي. بعد شويه بحث من يوهانس لاحظ ان الاعراض ما هي الا اعراض نفسيه بحته بسبب الحنين لسويسرا اللي هي بلدهم الام، ووصف الحاله دي زي ما قلنا في الاول بنوستالجيا. بس نتيجه لابحاث يوهانس حصلت تاني او تالت او رابع او خامس او سادس اكبر هبده في تاريخ البشريه. الناس اعتقدوا ان الوباء ده وباء سويسري، يعني بيجي للناس السويسريين بس. نتيجة لانهم اعتقدوا ان هو وباء سويسري فبيدوروا له الاسباب، فربطوا الموضوع بان السويسريين بيشتغلوا في الحقول، الحقول اللي بيبقى فيها بار، البار بيبقى متركب له اجراس، فالاجراس دي لما بتتهز بتاثر على خلايا المخ فبتخليهم يصابوا بالمرض ده. فهي فعلا واحده من اكبر الهبدات في تاريخ البشريه. في مرحله متقدمه شويه من الزمن في القرن ال19 او ال20 مش متذكر، بدات اعداد الهجره تزيد جدا، ولكن المره دي بعيدا عن سويسرا خالص. فبدات الهجره تزيد من افريقيا للامريكتين. ففي الفتره ديت الافارقه بدا يجي لهم نفس المرض اللي كان بيجي للسويسريين. ومن هنا عرفنا ان المرض ده مش وباء سويسري، ولكنه مرض له علاقه بالحنين الى الماضي او الوطن. لحد هنا كان لسه الحنين للوطن بس، لغايه ما جه في مرحله متقدمه شويه والابحاث كترت حوالين الموضوع ده، ولقوا ان في فعلا اشخاص لا هم مسافرين بعيد عن وطنهم ولا هم بعيد عن ارضهم الاصليه اصلا، ومع ذلك عندهم المرض ده. فقالوا ان الشخص اللي بيبقى مصاب بالمرض ده وهو مش مسافر بره بلده فهو بيبقى محبوس في مرحله الطفوله نوعا ما. يعني هو مش شيء غريب انك تحن للماضي وتتفرج على حاجه ليها علاقه بالماضي. فمن الاعراض اللي كانت مصاحبه للمرض ده الشعور بشعور سلبي، بس بعد شويه بحث اكتشفوا ان الشعور السلبي مش من المرض. هو المرض ليه سبب فيه بس مش هو السبب الرئيسي. المرض بيرجع لك ذكريات قديمه او بيحصل بسبب ذكريات قديمه. فمثلا كان عندك لعبه وانت صغير، فانت شفت اللعبه دي مثلا وافتكرتها، فافتكرت ان اللعبه دي انكسرت مثلا وانت عندك 10 سنين، فبتستعيد نفس الاحساس السلبي او الشعور السلبي ده لما تفتكر الحدث. على العكس تمام، ما تعمل زي انا والاخ ده وتتفرج على كرتون قديم كنت انت بتحبه زمان مثلا، فانت هتسترجع الشعور الحلو او الشعور بالسعاده اللي انت كنت حاسس بيه وقتها. وعشان كده بالظبط انا بقول لك ما تتحركش ان انت تعمل حاجه وتحسسك بالسعاده ما دام ما فيهاش حرمانيه. ولادها والامر ان في شركات استخدمت مرض النوستالجيا ده في التسويق او الاعلانات التجاريه. ازاي؟ في 2017 نوكيا اعادت انتاج موبايل قديم كانت بتنتجه زمان، الا وهو نوكيا 3310. الموبايل ده كان مربوط عند الناس لان هو موبايل طفوله اغلب الجيل اللي كان ممكن يشتري موبايل في الوقت ده اللي هو 2017. فالجيل ده غالبا اول حاجه فكر فيها لما شاف اعلان الموبايل ان هو انا عايز اشتري الموبايل بتاع طفولتي. وفعلا الموبايل حقق نجاح، اتشرى كتير رغم ان هو جه في عصر الموبايلات السمارت مش العاديه. ففي نهايه الفيديو حابب اقول لك ان انت ما تخليش شعور او مرض معين ان هو يسيطر عليك ويوقفك عند مكان معين، لان انا زي ما قلت لك في فيديو قبل كده انت كبني ادم مخلوق لسبب واحد واللي هو عشان تتعب وتشتغل وبس كده. في امان الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب تقديرا للاخ اللي طلع عينه معايا ده. حبيبي.